السلام عليكم يا احمد. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه جابك هنا؟ انا مديد لك يد السلام يا احمد، احنا عيال عمو وعاوزين نتصالح ونتسامح. خايف شدك طلقة في عز القيامة من غير ما حد يشوفك. اقبل مني يد السلام يا احمد. انا ما مدي السلام لحد. ابويا وابوك كانوا اون يا احمد وخلافهم كان اون، ابويا وابوك كان خلافهم وحدي وانتهي، احنا كشباب احنا نمحو الخلافات دي يا احمد. كشباب بين ما بينكم طار. انا جاي عشان نمد يد السلام يا احمد، جاي وانت تقول لي لا ما مسلمش علي. انا عمري ما مدت للي خانني واللي خان العهد بتاع ابويا زمان. ما فيش خون يا احمد، انت اتضرب منك واحد وانا اتضرب مني واحد كده خالصين، وجايك في مكانك مديت لك يدي. احنا عيال عم، ما نخلوش حد يحط بيننا الفتن والخراب يا احمد، ما تسمحش للخراب ده وللفتن. انا كلامي قلته، ما عنديش كلام تاني غير كده بيوم. يا احمد ما تسمحش للكلام ديت وما تسمحش انه حد يخش بيننا يفتني يا احمد. انا جاي لك وبمد لك يدي يد السلام يا احمد. بدل الراجل رجلينا بيوم يا احمد. انت مات واحد منكم واحنا مات مننا واحد، وكل واحد خد طار الثاني وخلصت على كده خلص الكلام يا احمد. مش محتاج حد يجي يفتن عندك، مش محتاج حد يجي يحط فلوس ونجيبه عشان يضرب لك. ايه الاستفاده يا احمد؟ ايه الاستفاده من ده كله؟ ايه الاستفاده؟ انت مات منك واحد وانا مات مني واحد، وانت مات منك 10 وانا مات مني 10. ايه الاستفاده غير خراب البيوت وخراب الدوائر يا احمد؟ يا احمد ما تسمعش، احنا شباب. اللي عملوه ابوي وابوك كان دورهم، ما كانش في تعليم، ما كانش في وعي، كان في عادات والتقاليد مسيطرة على عقولهم يا احمد. سيبك من الخلافات دي وتعال نحط يدنا في يد بعض. رد علي يا احمد وكلمني، رد علي وكلمني. عيلة عمي يعني هيسبت عن طار اخوهم. عيلة عمك انت كبير، عيلة عمك وعيلة عمك هيسمعوا كلامك وهيسمعوا بنصيحتك. انت يا احمد راضيك الخراب؟ انا ما يرضينيش. اللي ببيتنا وببيتك مش اختي واختك يا احمد، واحد لاثنين. انت يا احمد اللي كنت تتعلم معايا في المدرسه وتقول لي انا مش بحب الخراب، انت اللي كنت نجيدي في المدرسه ومعايا في الفصل، كنت ما تقول لي يا بيومي مش عاوز عيلتي ولا عيلتك يشاكلوا. انت يا احمد دلوقتي غيرك الفكر وغيرت العادات والتقاليد السلبيه القديمه. هي دي احمد، هو ده احمد اللي كان زميل دراسه معاي، هو ده احمد ولد عمي، هو ده اللي خلت الناس، هو ده احمد اللي خلت الناس سيطرت عليه على عقله وبيبص على العادات القديمه. يا احمد تعال نحط يدنا في يد بعض ونشيل العادات القديمه دي. انت تقول لاهلك وانا نقول لاهلي يا احمد، ما ينفعش. رد عليا يا احمد وكلمني. الزمن بيجي زمن فلوس وزمن قيمه دلوقتي. الزمن مش زمن فلوس يا احمد، الزمن زمن الفلوس وحدي. دلوقتي لو واحد نشك بعصايه في راسك هتلاقي من مين معي يعايرك بيه. يا عم احمد ما ينفعش يا ولد عمي. رد علي يا احمد وكلمني، انا جايك ومدد لك يد السلام يا احمد. ما ينفعش. مصمم عقلك يا احمد، لازم اصون عهد ابويا وكلمه ابويا. عهد ابوك كان وعهد ابويا غلط يا احمد، عهد ابويا وعهد ابوك كان غلط. يمكن عهد ابويا في حاجات وعهد ابوك في حاجات يا احمد. يا احمد ما ينفعش. عهد ابوك تطير على الخراب. اللي ببيتكم مين يا احمد؟ واللي ببيتنا مين؟ اللي ببيتكم اختي وبنت عمي وبنت خالي، واللي ببيتني بنت خالك وبنت عمك واختك. يا احمد ليه معصب دماغك؟ ليه ما رضيتش ترد عليه وتكلمني؟ مش ينفع اللي بيني ما بينك ينفع يا احمد. يتعدى. حط يدك في يدي يا احمد، حط يدك في يدي. انت تخش على عيلتي وانا اخش على عيلتك، والشباب اللي هيرفض احنا نكونوا ضده يا احمد. موافقني على العهود يا احمد؟ يا عم موافقك واتكل على الله. نحن مش حمل مساجن ولا حمل ضرب مش تاني. حمل يا احمد، مش حمل سجون ولا مساجن ولا اي حاجه. لا صح. موافقني يا احمد؟ موافق تخش على عيلتي وانا اخش على عيلتك ونتصالح ونتسامح. اتكل على الله بيوم. ماشي يا عم.